غادي نشوفوا الشعر. كاين سيدات اللي كيسولوا عندهم الشعر داروا له ترطيبه تيطيح لهم، او ولاو خويات من الجناب بحال حنان من خنيفره، وشنو ممكن تعطيهم للشعر؟ وانه كاين حتى السيدات اللي ولاو كيديروا الزيوت ولكن بدون جدوى، يعني الشعر ناشف، جفاف الشعر. دكتور عماد، مشكل ولا نقطه اللي رجعت بزاف؟ نعم، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال اللفت محكوك، ومعلقه كبيره ديال الخيار محكوك، ومعلقه كبيره ديال العسل الحر، نخلطوهم كاملين ونوضعوهم على الجلده ديال الشعر ديالنا وشعرنا مده ديال ساعه، ثم نستعملوها 3 المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. نعاودوها وغير بشويه. معلقه كبيره ديال اللفت محكوك، معلقه كبيره ديال الخيار محكوك، ومعلقه كبيره ديال العسل الحر، نخلطوهم كاملين نوضعوهم على الجلده ديال الراس ديالنا وشعرنا مده ديال ساعه، مده ديال نديروها 3 المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. هذه الجفاف الشعر. جفاف الشعر، لان المواد غادي تغذي الشعر وما غيبقاش يابس. نعم، علاش؟ لان اللفت فيه واحد الماده كتدخل للبصيلات ديال الشعر، ماده مقويه اللي كتعاود لنا ديك الحيويه، كترجعها، يعني بحال كنقولوا كتعاود تحيا. والخيار خلاص كيحتوي على الاملاح المعدنيه اللي كتزيد تغذي البشره، اللي كتحميها. وبالنسبه للسيدات اللي داروا الترطيبه واثرت لهم على شعرهم طاح لهم، يمكن لهم يستعملوا هذه الوصفه، هذه حتى هي مفيده، لان الخيار فيه ماده السيلينيوم، وفيه الطالي، عفوا فيه السيلينيوم، وفيه المغنيسيوم، فيه ماده السيلينيوم والمغنيسيوم. هادو بجوج بهم كيدخلوا البشره ديال الجلده ديال الشعر، كيعاودوا يحيدوا لها دوك الندبات ودوك المشاكل اللي كتكون فيها. حليمه اللي كانت